حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في الكنيسه دي؟ عملتها بطريقه سهله وبسيطه خالص. انا قبل كده عملت معاكم الجامع وقلت لكم ان انا هعمل كنيسه. النهارده انا عملت معاكم الكنيسه طريقه سهله وبسيطه جدا. اتمنى الطريقه تعجبكم. لو عجبتكم الفكره دي يا ريت تشجعونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تعالوا نشوف عملناها زي مع بعض. هنا معايا كرتونه بتاعت حامل كيك. هنا معايا علب كلور. انا قصيت دول ناخدهم كده. جبت الكرتونه كده. دي كرتونه قصيتها كده بالشكل ده. عملت منها على شكل مربع زي كده. احطها في النص كده. اتنين تاني اصغر كده اهو. هلسكهم بالشمع. هنا بعد ما لسكتوها دي كده بالشمع. كده دي هنا ودي هنا. بعد ما لسكتهم بالشكل ده انا عندي هنا رول بتاع مناديل مطبخ اتنين. امسك واحده هنا بالشمع وواحده هنا. هقص الجوزة ده من اللي انا قصيتها. هلصقها هنا، واحده هنا وواحده هنا اهي. كده هنا كرتونه دي جلفة كتاب او كرتونه زي كده خفيفه. كل اللي هعمله هعمل زي قرطاس كده واقصه بالمقص زي كده اهو. وابدا على كل واحده بالشمع الصقها زي كده. بعد ما خلصتها بالشكل ده كله هنا معايا مناديل كده اهي. هبدأ هنا بالفرشة وغيرها. وابدأ اغلف الكنيسة بالكامل كده من جميع الجهات. كده انا خلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اديتها طبقة معجون وابدأ الونها. كده انا لونتها. طبعا الالوان اللي انتوا حابين تلونوها انا شفت صورة يعني الكنيسة بالالوان دي فانا عملتها. بعد كده اديتها طبقة او وش لماع ملمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي. وهبدأ اعمل الصلبان والباب برضو لسه ما عملتهوش. هنعمله مع بعض. هنا معايا صليب خشب هحطه هنا اهو كده. والباقي عصاية شيش زي كده.
كده. بالشمع كده. هنا جبت عصيان ايس كريم كده. بالشكل ده. هنا جبت كرتونة كده. بعد كده جبت عصاية شيش كسرت منها بالشكل ده اهي. كده. هنا بالشمع كده واديها لون. لسكتها هنا زي ما انتوا شايفين. بعد كده معايا ورق حائط اسود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قصيت منه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كده. هاجي هنا كده. اتمنى الطريقة تعجبكم. لو عجبتكم الفكرة دي ياريت تشجعونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.